السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدي أحكي لكم قصة حلوة اليوم. في واحد من أهل الكويت، طبعا من حي الكويت وأهل الكويت، أنا عشت فيه 20 سنة. من أجمل أيام الواحد كانت في الكويت، بلد رائعة جدا. تحية لأهل الكويت وأهل السعودية وأهل الدول العربية كلها، لأن القصة فيها بالسعودية والكويت. فالمهم في واحد من الكويت راح يسوي عمرة. هلأ ما إله قرايب وأهل، هو وزوجته عنده طفل عمره 2 سنين، فزوجته مريضة بالمستشفى، فتركها بالمستشفى عندها سرطان. فراح أخذ ابنه وطلع السعودية يسوي عمرة عشان يدعي لزوجته إن شاء الله إنه ربنا يشفيها. فأخذ بيت قريب بمكة من الحرم، فتعرف على ست كبيرة هيك بالسن، فقال لها خلي الولد عندك، يعني بخلي عندها من قبل العصر للعشاء على بين يروح الحرم يصلي ويعتمر وهاي. فالست خلته، ما عرفت إلا اسمه الأول وإنه هذا من الكويت جاي. فالمهم ب16 راح هو برمضان، فشكله كان رمضان كله رايحه يعني يسوي هناك العمرة ويقضي رمضان في السعودية. في 16 كنه من رمضان أو نص رمضان، الرجال اختفى. كان يجي ياخد الولد بعد العشاء، اختفى الرجال، ما عاد يجي. غاب سنة 2 3 غاب. المهم هاي الست المرة الكبيرة، فقالت عندها ولد وعندها بنت، قالت لابنها وبنتها أبصر إيش صار في الرجال هذا، فخدوا الولد ربوه مع أولادكم. ابنها قال أنا ما إلي مصلحة، يعني ما مش سهل، صار عنده أطفال ووضعه على قده. البنت أخذته وحطته عندها شوي، بعدين قالت أحسن شي نوديه على دار رعاية. ودوه على دار الرعاية الاجتماعية للولد. فكان عمره الولد 2 لما أو 2 وإشي لما راح على دار الرعاية. ودوه هناك، وطبعا الست العجوز الكبيرة توفت بعديها خلص. ودوا الولد على دار الرعاية. بعديها ضل في دار الرعاية. بعديها ب14 سنة رجع، أو 16 سنة، لا 14 سنة تقريبا، إجا واحد وبدق على بيت الست العجوز. قالوا له ماتت من 14 سنة، بس إلها بنت في المنطقة الفلانية، روح اسأل عنها. راح سأل، ولا هي بلشت بدها تسب عليه وتدعي عليه. قالها لا لا، اسمعي قصتي أول بعدين أنتي بتحكي. ليش؟ لأنه إيش صار معه، يعني هو كيف نسي ابنه يعني بالسعودية وراح على الكويت، رجع على الكويت. فاللي صار إنه هو إجا تليفون، وبعد ما إجا تليفون قالوا له مرتك بتطلبك، يعني إنه يعني بمعنى بالنزع الأخير بتحتضر يعني. فإنه تعال بسرعة. نسي موضوع ابنه وأخذ طيارة وراح على الكويت، رجع على الكويت. فزوجته توفت وحضر الجنازة. وبعد ما حضر الجنازة إيه اجت هاي البسة لولو. بعد ما حضر الجنازة وهو على في الدفنة اغمى عليه ووقع، ظهر خبط راسه بشي كذا، صابه انهيار يعني عصبي فأخذوه على المستشفى يعالجوه. بعدين أخذوه على مستشفى أمراض نفسية عشان يعالجوه. فمع الصدمات ومع الأدوية، طبعا هو نسي كل إشي في حياته، نسي كل شيء، ما يعني مش متذكر هو مين. بعدين مع العلاج وطول مدة العلاج والصدمات الكهربائية والعلاج النفسي والمحادثات اللي بيعملوها، العلاج السيكولوجي، المهم شوي شوي بلش يرجع لطبيعته وبلش يتحسن. طلع من المستشفى. لما طلع من المستشفى بلش شوي شوي يشتغل. الظاهر كان له رزق، اشي فلوسه واشي كذا. رجع له أموره، بلش يشتغل بالتجارة. ربنا سبحانه وتعالى فتحها عليه ووضعه صار كويس. اشتغل وصار وضعه كويس. هلا هو بيكون قاعد
في إشي اسمه الديوانية عند أهل الخليج. الديوانية هي مجلس للرجال بيقعدوا بيضحكوا بيحكوا بالتجارة بالشغل، يعني بتسلوا مع بعض. المهم فقاعد هو وياهم وبيحكي مع أصحابه. دخلوا 3 شباب، ال3 شباب جايين من العمرة وحالقين شعرهم، الظاهر حالقين إنه على الصفر يعني. فهو شافهم استغرب المنظر، هو استغرب منظرهم، فقال لهم انتوا ليش هيك حالقين؟ قال جايين مسوين عمرة وجايين. فهو سمع كلمة عمرة، فقالوا له طب انت وضعك هلا المادي كويس، ليش ما تروح وتسوي عمرة؟ تذكر يعني زي اللي حدا كأنه خبطه على وجهه صحة من اللي هو فيه. ولا بقول أنا كنت في العمرة ونسيت ابني، إلي ولد هناك، أنا إلي ولد. حكى لهم للي معاه، حجز تذكرة وسافر. وهذا الحكي كان هو بيحكيه للجارة للبنت اللي انترك عندها الولد. فالمهم راح على دار الرعاية وقالت له إن ابنك في دار الرعاية. هاي بنت الست الختيارة اللي توفت. فراحوا على دار الرعاية وقالوا لهم مواصفات الولد، انه اجا ولد عمره هالقد وهالقد، اسم ابوه كذا، هو من الكويت، ما بنعرف شيء عنه. المهم حكوا الاشياء هاي، جابوا الولد فولة مقسومة نصين عن الاب، كوبي عن ابوه، يعني الولد شبه ابوه سبحان الله. فاخذوا الاب ورجع فيه على الكويت. كان الولد صار كبير، شاب صار، فصار يشتغل مع ابوه بالتجارة. قعد مع أبوه تقريبا 5 سنين 6 سنين 7 سنين، يعني هيك مدة مش طويلة. بعدين الأب توفى الله يرحمه. وضل الولد ورث عن أبوه مال كتير وماسك تجارة أبوه وما شاء الله عليه. بس سبحان الله إنه ما طول مع أبوه، يعني بس مدة بسيطة. بس سبحان الله إله نصيب إنه أبوه يتذكر ويروح يجيبه ويمسكه حلاله. سبحان الله مال الحلال ما بيروح. فقصة حلوة سمعتها فقلت أحكي لكم إياها. فإيش رأيكم؟ ما حكيتوا لي رأيكم بالماسكات اللي بقدم لكم إياها. أحكي لكم عن ماسكات هلأ. لو جبتي كوسة فريش، قطعتي الكوسة، مسكتي قطعة الكوسة وعملتيها على خدك، على جبينك، على خدك، المي تاعت الكوسة بتشد زي الجيلاتين، بتكون هي بتشد البشرة، كتير مفيدة. والكوسة كتير مفيد للشعر كمان، زي الكرياتين للشعر، يعني بيملس الشعر مش طبيعي. الكوسة بتسلقيه وبتحطي عليه لبن اللي هو زبادي، لبن زبادي مش حليب، لبن زبادي. وبتحطي عليه بدك تحطي كمان ممكن تحطي معلقة نشا، ممكن تحطي ايش تاني مع اللبن، تحطي عسل. كتير مفيد، الشعر بيسحب سحب بصير يعني ستريت. وايش تاني كمان كتير مفيد، كتير الكوسة مفيد. بعدين إذا بدكم تنزلوا الكوليسترول، تنزلوا ضغط الدم، تعملوا السكري اللي هو السكري الثاني، تعملوه يعني تخلوه على الحد، يعني مش إنه يطلع وينزل وشي. كله باذنجان ني، الباذنجان الصغيرين اللي هيك، الباذنجاني يعني قطعة باذنجاني اغسلوها بقشرها كلوها. كتير مفيدة كتير للكوليسترول الضار، بتنظم السكر. هاي مصرة البسة تيجي، هذا أنا هاي ما بحبها بس بتلف وبتروح وبتيجي. فالمهم كتير الباذنجان مفيد، الباذنجان الني كتير مفيد. فبتمنى انكم تجربوا هاي الاشياء، وهاي كلها اشياء طبيعية يعني كلها مفيدة، واذا ما فادت ما بتضر. اوكي، وشجعوني، حطوا اللايك، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، واضغطوا على الجرس على الأول أو على الكل عشان يجيكم الإشعار لما أبعت الفيديو. أوكي،
و- ورجب احنا دخلنا برجب. الله يا ربي يبارك لنا برجب ويبلغنا شعبان ورمضان يا رب، وان شاء الله يا رب منصومه بقدرنا رب العالمين على صيامه وقيامه يا رب. اوكي حبيباتي، يلا السلام عليكم. السلام.